خلت المنافسين يقربوا بشكل غير عادي. سوهاج فاز، اسوان فاز، وحلت المجموعه، خلت الدنيا حلوه بقى فيها بقت يعني اتخيل ان المجموعه قربت كلها زي المجموعه بتاعت يعني هو يمكن بس مجموعه القاهره اللي الداخليه عامل، ولو ان برضه هزيمه الترسانه الماتش اللي فات خلت لصالح الداخليه من وجهه نظري، ان لم يستفيد المصرية اتصالات من الفوز ده بعدم التوقف. انما المجموعه بتاعت اسكندريه وبحري هي برضه اللي قريبه جدا، اشتبكت. يعني اتخيل ان القرب في النقط ده هيخلي الدوري قوي جدا. واتمنى، لان انا طبعا بتابع البرامج، كل المدربين بتشتكي من على فكره ملعب رائع ده، ملعب التعدين. يعني كمان انت لو تتذكر يا كابتن عماره، يمكن الخميس الماضي قلنا على الورق بعد فوز التليفونات على سكر ابو راس 4-2 ان على الورق التعدين ربما يكون لقمه سائغه للتليفونات، ولكن كانت المفاجاه هدف في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، وموازين اتقلبت راسا على عقب في مجموعه الصعيد. ما انا بقول لك يا استاذ عبد الناصر، واضح ان فريق سكر التعدين كان عنده روح قتاليه عاليه جدا. ايوه، وبيلعب ضد المتصدر الدوري والمرشح القوي جدا للصعود للدوري الممتاز، وما زال تليفونات بني سويف هو اقصر الفرق في الصعيد حظوظا في الصعود للدوري الممتاز. معاه مدرب محترم، معاه مدير كوره. شايف الهدف يا كابتن عماره، كابتن احمد، هدف رائع، يعني واحد من افضل الاهداف اللي شفتها في الدوري الممتاز به. والله انت عارف في بعض المواقف كده وانت قاعد بتتفرج او انت متابع او انت مدرب، بتلقى في بعض اللعيبه بتطلع حاجات. ما هو اللعيبه دول هم برضو اللي بيروحوا انديه الدوري الممتاز الف، وهم اللي بيلعبوا وهم اللي بيكبروا. انت جبت ايمن حفني من البدرشين درجه ثالثه. درجه ثالثه مش ممتاز به. انا جبت ايمن حفني والحقيقه يعني كام يا كابتن عبد؟ 60000 جنيه باين؟ لا كان ب 100. ايه؟ كان ب 100000.